عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض زيت جوز الهند الاصلي اللي بنشتريه من بره ب 300 و 400 جنيه. بيبقى غالي جدا طبعا، رغم ان فوائده كتير. احنا هنجيب اول حاجه جوز الهند، ويستحسن يكون زيت جوز الهند الخشن مش الناعم. انا للاسف استخدمت الناعم، بس مش مشكله، عادي جدا. هنبتدي نجيب كوبايه ونعايره يعني عشان نعرف هو قد ايه بالكوبايه، علشان بعد كده هنحط ميه قد جوز الهند بتاعنا. فانا ابتديت اعمله بالكوبايه، طلع معايا كوبايتين ونص، ده الربع كيلو. جبت الميه، وهتحطي ميه قد جوز الهند بالظبط، كوبايتين ونص ميه برضه بالطريقه دي. هنسيبه يتنقع في الميه اللي احنا حطيناها كوبايتين ونص دولت، نسيبه يتنقع على الاقل 4 ساعات. كده انا نقعته لحد ما جوز الهند شرب الميه بتاعته كلها، بقى بالشكل ده. هنجيب كوبايتين ونص برضه ميه، بس تكون دافيه، ونحطها على جوز الهند بتاعنا، ونبتدي نضربه في الخلاط علشان يبقى ناعم. يعني احنا عايزينه انعم. انا هضربه في الخلاط وارجع لكم. كده انا ضربته في الخلاط. طبعا هو لسه فيه جوز هند، بس بقى انعم كتير من الاول. هيبقى اسهل عليا طبعا وانا بصفيه، وكده يطلع كل الخلاصه اللي فيه. هنجيب قماشه تكون شيفون او تكون قطن او الحاجات الشفافه دي، ونبتدي نصفي فيها. هنحطها على مصفى بالطريقه دي، ونحط جوز الهند كله، ونبتدي نلم القماشة على جوز الهند بتاعنا ونصفيه عشان ننزل كل المية والعصارة بتاعت جوز الهند بتاعنا في المية بتاعته. طبعا نعصره كويس جدا علشان ننزل كل حاجة، نبقى ضامنين ان هو ما يبقاش فيه حاجة خالص. كده انا عصرته تماما. خدت اتبقى معايا بقى جوز الهند دوت، هاخده مره كمان واحطه في الخلاط تاني، واحط عليه ميه تاني علشان اتاكد ان هو ما عادش فيه حاجه خالص. كده انا عملته مره تانية، واعصره برضو مره تانية. احنا هنفضل نعمل كده يعني، ممكن تعمليه مره كمان عادي لو انت شايفه انه محتاج، لحد ما يبقى معاكي يعني طفل خالص ما فيهوش اي حاجه، يعني معديم الفايده. الميه اللي نزلت معانا بقى انا حطيتها في التلاجة 12 ساعه، خرجت بالمنظر ده. طبعا كل جوز الهند بقى يطفو على الوش كده. هنحطه في ميه ونصفيه علشان نتاكد ان هو جوز هند بيور من غير اي ميه خالص، يبقى زي اللي بيجي بره من بره واحسن كمان. طبعا كل دوت بمجرد الربع كيلو جوز هند اللي احنا جبناه يعمل لك كميه حلوه جدا. انتي تصفيه كويس قوي علشان تتاكدي ان ما عادش فيه حاجه خالص. استخدامه طبعا دوت هنستخدمه مره واحده في الاسبوع للشعر او للبشره. بقى عندنا بالشكل ده بعد ما صفيته تماما. طبعا المية اللي فضلت دي ممكن تحطيها في التلاجة مرة كمان، تعملك طبقة تانية وتخرجيها برضو وتصفيها. وممكن برضو لو اتبقت كده ممكن تعمليها في مكعبات التلج وتمشيها على بشرتك كل يوم، تاخدي مكعب تمشيها على بشرتك، طبعا تحفة. انا جبت علبة فاضية، علبة كريم، وابتديت احط فيها زيت جوز الهند بتاعنا. طبعا هو كده شكله زي ما بيتشرى من بره. طب افرضوا انا عايزاه شبه زيت جوز الهند او الزيوت العاديه اللي هو زيت يعني. انا اجرب لكم في الشويه الصغيرين دولت. احنا هنجيب اي حاجه ونحطها على النار، على نار هاديه، وتحطي فيها جوز الهند بتاعك. انا هجرب لكم في الكميه الصغيره دي لان انا عايزاه زي ما هو في الاصل. بمجرد دقيقتين اتنين هتلاقيه فصل عن بعضه بالشكل ده، بقى البروتين بتاعه دوت في جنب والزيت في جنب. هنصفيه، وهيبقى كده معانا زيت عادي جدا، شبه اي زيت، شبه زيت الزيتون وزي زيت اللوز وزي اي زيت عادية. لكن طبعا العلبة التانية اللي هناك دي هو ده شكل زيت جوز الهند الاصلي اللي بيتشري زي ما هو، لانه بيبقى زيت زائد بروتين، فده شكله كده اصلا. ودي طريقة يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.